مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صباح صح. انا مهندس حامد احمد، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن بند الجبسن بورد. بند الجبسن بورد من البنود المهمه في التشطيب، ده اللي بنحدد عليه الديكور بتاعنا، سواء هنعمل فيلات او هنعمل بيوت نور. علشان حضرتك تعمل بند الجبسن بورد كويس من غير مشاكل، هتركز على حاجتين. اول حاجه الخامات اللي هي الجبس والشاسيه والصاي. تاني حاجه طريقه التعليق. بالنسبه للخامات بتعملها شركتين، كناف وجي بورد. طبعا الكناف افضل، بس ما فيش فرق كبير في السعر بينه وما بين الجي بورد، فالافضل الكناف. الواح الجبسن بورد نفسها سواء كناف او جي بورد بتتقسم لثلاث انواع حسب خواص اللوح، وبنفرق بينهم بلون اللوح. اللوح الابيض وده بنستخدمه في الاماكن العاديه اللي مش معرضه للحراره او الرطوبه. اللوح الاحمر وده مقاوم للحراره فهنستخدمه في المطابخ. اللوح الاخضر مقاوم للرطوبه وده هنستخدمه في الحمامات. ده كده بالنسبه للجبس. نيجي بعد كده للصاي، ده اللي بيحصل فيه الغش وبتحصل فيه المشاكل كلها. الصاي هو الشاسيه اللي بيربط السقف وبيتعلق عليه الواح الجبسن بورد، وهو اهم حاجه في الشغل لان هو الاساس، هو اللي شايل الواح الجبس. الصاي في منه اوزان مختلفه، وكل ما الوزن كان اكبر كل ما كان افضل. وللاسف مش اي حد يفرق بين الصاج الكويس والصاج المضروب، ومن هنا بيحصل الغش. بمعنى ان حضرتك ممكن تلاقي تفاوت في الاسعار لغايه 70 و80 جنيه في المتر الفلات. فاللي بيحصل ان في بعض الصنايعيه بيحرق السعر علشان يشتغل كتير، في المقابل بيقلل في الخامات ويكون مفهم العميل انه شغال بافضل حاجه. تاني حاجه هو الصنايعي اللي شغال وجوده شغله والفينش بتاعته عامل ازاي. يعني ممكن الزاويه الصاج تلاقي واحد رابطها ب5 مسامير، واحد تاني رابطها ب12 مسمار و15 مسمار. المسافه بين قطاعات الجبسن بورد وبعضها كل ما كانت اقل كل ما كانت افضل. فاللي بيحرق اسعار هيحاول ينجز في الشغل ويزود المسافات علشان يوفر وقت وخامات. افضل مواصفه وفي نفس الوقت سعر مناسب جبس كناف صاج 4/10. المسافه بين الاوميجا 60 وبين السي ما تزيدش عن 70 سم. الشغل لازم يكون بميزان ليزر. ناس كتير بتسالنا ايه الافضل، جبسن بورد ولا جبس بلدي؟ والله انا شايف ان الجبسن بورد مش بيحتاج فني يكون محترف علشان يطلع لك افضل شغل. الجبسن بورد الواح بتيجي وتتقطع، بس في نفس الوقت مش هيديك. انت لو حابب تصميم كلاسيك يبقى هتشتغل جبس بلدي. الجبس البلدي بيحتاج مجهود، وتاني حاجه وزنه تقيل على السقف، ولو ما اتعملش صح بيحصل فيه شروخ وممكن لا قدر الله يقع. الجبسن بورد برضه لازم يتعلق صح زي ما قلنا. الاوميجا ما تزيدش عن 60 والسي ما تزيدش عن 70، ونراعي المسامير كويس ونحاول نقفل الفواصل بعد الصنايعي ما يخلص. بيتقفل بفايبر ويتقفل بمعجون خاص بالجبس، ما يسيبش الفواصل كده. ودي كل الحاجات اللي ممكن تساعدك في بند الجبسن بورد. بند الجبسن بورد لو عايز تعمل تصميم هادي وبسيط، خليك في الشغل الفلات واشتغل على بروفايل ريد واشتغل على ماجنتيك تراك. هتوزع الاسبوتات صح وتوزع الاضاءه بتاعتك صح وتعمل اضاءه مخفيه هاديه، فخليك في شغل الفلات. لو عايز توفر خليك في بيوت النور، بيوت النور بتوفر جدا. لو عايز تعمل تصميم كلاسيك خليك في الجبس البلدي. تمام. انا مهندس حامد احمد، ودي كانت حلقه عن الجبسن بورد. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، واشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. سلام.